إخواني أخواتي، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد حول ما يروج في التواصل الاجتماعي وبالخصوص في تيك توك. شاب مغربي لقب نفسه بالفقيه فتح برنامج ديال التعارف من أجل الزواج. نشرحوا للإخوة اللي ما عارفينش كيفتح واحد البث مباشر كيطلعوا معاه ولاد وبنات، تيشرط عليهم يفتحوا الكاميرا باش يشوف شي، إلا عجباتو عجبها كيتفاهموا كيمشيو يهضروا في الخاص، ومن بعد إما كيتزوجوا ولا كيبقاو أصدقاء ولا ما ترى حتى شي حاجه. هذا البرنامج خلق واحد الضجه كبيره ما بين الجمهور، كاين اللي معها وكاين اللي ضد هذه الفكره. الناس كتقول بلي انها مزيانه لهاد الارامل والمطلقات باش فرصه لهم باش يتزوجوا، وكاين الطرف الاخر اللي كيقول بلي ان يعني كطيح من الكرامه ديال المراه لانك تفتح الكاميرا والالاف ديال الناس كتفرج. هو بعض المرات هذا الملقب بالفقيه كيسال اسئله محرجه، واسئله كذلك من هذا الاخ هذا اللي كيطلع حتى هو راغب في الزواج، يعني كطيح من القيمه ديال المراه. أسئلة شخصية تطرح مثل التدخين أو الخمر إلى غير ذلك. مؤخرا كان واحد البث مباشر مفتوح وطالعين واحد الولد وهو واحد البنت، الناس كاع كتشوف الكاميرا مفتوحة وكل شيء، وسألوه قال له واش عجبتك هاد البنت؟ قال لي لا ما عجبتنيش. قال لي علاش؟ قال لي هنا ماشي عزبة، وقالها بالدارجة المغربية القاصحة. البنت تخلعت هربت نزلت. كيفاش غادي يكون الموقف ديالها؟ الناس كاع شافوها، الموقف ديالها قدام والديها خوتها المجتمع، الناس اللي دايرين بها. شي اخوان على مصيبه شتو ومازال زايدين فيه. توصلت بكثير من الاراء من عند الاخوه والاخوات، وفضلت الراي ديال الشيخ الفزازي. نسمعوا ليه جميع. فالفقيه هو ذلك الشخص، او الفقيهة هو ذلك الشخص المتفقه في الدين الذي يفهم، والفهم ياتي عن دراسه وعن علم وعن يعني وضع ثني الركب أمام العلماء والمشايخ من أجل اكتساب العلم والمعرفة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الملاحظات التي أحب أن أقدمها لهذا الشاب الذي يقدم نفسه على أنه فقيه، أمثال هؤلاء الذين نسميهم فقهاء، حاشا لله وما هم بفقهاء حتى ولو كانوا يحفظون القرآن، فهم يقدمون نموذجا سيئا جدا لشخصية الفقيه. لأن السؤال لهذا الشاب: هل فعلا أنت فقيه؟ فإذا كنت كذلك أي دارسا للإسلام، وأن نيتك في إبلاغ العلوم الشرعية وفي نصح المسلمين، وأنك فقيه حقيقة وأنت أدرى بنفسك، عن عملية التزويج على المباشر الذي تقدمه كل ليلة للناس. لكن إذا لم تكن فقيها حقيقة وتقدم نفسك على أنك فقيه، فأنت منتحل الصفة، ومنتحل الصفة مشكلة. قد يتورط في سؤال في جواب ويخجل ويستحيي أن يقول لا أدري لا أعلم، ثم يفتي بالجهل ويفتي بالباطل ويسيء ولا يصلح. أقول لك: اتق الله عز وجل، اتق الله، لأنك أولا تصف نفسك بالفقيه، ثم ترتدي اللباس الذي في المخيلة الشعبية للناس أنه الفقيه، يعني الجلباب، السلهام، الطربوش الأحمر، أحيانا تضع النظارة على أرنبة أنفك هنا كأنك رجل مسن، شيخ كبير في السن، في حين أنك شاب يعني في ريعان الشباب، وكأنك تعطي صورة تمثيلية، كأنك تمثل دور الفقيه. النبي صلى الله عليه وسلم حدد صفاته التي نسعى في تحقيقها، وهي: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. هل الذين تقدمهم أنت للنساء، للفتيات اللائي يرغبن فيما يقولن أنهن يرغبن في الزواج، هل هم أصحاب دين وخلق؟ أنت لا تدري عنهم شيئا، بدليل أنه عندما تصعد ويصعد أحدهم معك في المنصة تسأله: من أنت؟ ما اسمك؟ أين تسكن؟ كما عمرك؟ أنت لا تعرفه. فكيف تقدم للمسلمين والمسلمات شخصا لا تعرفه أصلا، لا تعرف دينه ولا تعرف خلقه، ولا تعرف فيما إذا كان جاء ماشي يتفلى، ولا تعرف فيما إذا كان جاء ليسخر منك كفقيه، يكون هو ملحد ولا لا دين ولا كذا، ويجي يضحك عليك، يسخر منك ويضحك منك الناس. صحيح أنت راك كتلوى، تبارك الله عليك رامي، ولكن ومع ذلك تضع نفسك في موضع السخرية والاستهزاء بك. وعندما يستهزئون بك كفقيه
فهم يستهزئون بالفقهاء، بمعنى أنهم يستهزئون برجال الدعوة والوعظ والإسلام إلى آخره، وتكون أنت السبب الذي وضعت نفسك هدفا لهذه السخرية. أنت لا تعرف من يكون هذا الشخص، بل أحيانا تعرف أنه فاسق، تعرف، يقول لك ولا يصلي، يقول لك إياك يشرب مرة شي كويسات، إياك يضرب الجوانات ولا كذا كذا، ثم تسعى أيضا لتزويجه وتستمر في البحث له عن زوجة. من أين لك هذا يا أخي؟ كيف لك ذلك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه؟ أنت أيها الفقيه الذي تزوج هؤلاء النساء، أحيانا تصعد معك باحثة عن زوج، لا أقول عارية فقط أو متبرجة فقط أو عاملة الفلتر ولا عاملة شي مصيبة على وجهها، كتقول لك أنا أصلا ما كنصليش، أنا ما كنعرفش نصلي، ما عمرني صليت، أنا يعني باغا نتزوج وصافي. فكيف تقدمها للناس؟ غادي تقول لي ودبر راسهم راهم كيشوفوها ما عندها دين. أنت ماذا تفعل؟ أنت الفقيه. هذاك اللي غيشوفها ما عندها دين يمكن حتى هو ما عنده دين وغيديها ما عندها دين، وانت هو الانترميديير، انت هو الوسيط. فهل يجوز لك ان تزوج فتاة او امرأة لا دين لها، ان تزوجها حتى ولو لشخص لا دين له؟ هل يجوز لك ذلك؟ اذا الامر خطير للغاية، الامر ليس بهذه السهولة وبهذه البساطة. هذا الفقيه صاحب الدين والعلم والقرآن سوا ديزون يقول الفرنسيون، وسيط بين من ومن، بين من تجهل من الرجال ومن تجهل من النساء، لا بل بين من تعلم أنه قال لك ما كيصليش وبين وحدة أخرى الله أعلم. أنت وسيط بين هذا وذاك. واش دابا أنت كتفعل الخير في هذه الحالة، هذه الأحوال؟ هل تفعل الخير؟ هل تفعل الخير؟ الآن كلمتي اللي هذيك البنت، هذيك المرأة، هذيك اللي طالعة، أنت يا بنتي طالعة مع هذا الفقيه تريدين الزواج، ما عندك أهل، أليس لك أب، أخ، عم، خال؟ ألا تستحي؟ تقول لي وأنا ما كندير غير الخير. هل هذا هو باب الخير الذي تفتحينه؟ وبهذيك الضحكات وبهذاك الانكسار وبهذاك اللي سميتو هو عاوتاني كيصيفط لك شي هضره ماشي هي هذيك ولا هي هذيك الله اعلم، والضحكات وهذا الى اخره، والعوري والتبرج ودير شعرك هكذا ودير، ما عندك اب، اليس لك اهل؟ الا تستحيين من اهلك؟ اليس لك جيران؟ اليس لك زملاء اذا كنت تشتغلين في عمل او ما ادري؟ يعني كيف الإنسان يهون عليه أهله؟ الآن ماذا يقول أبوك إذا رآك في هذه الحالة وتعرضين نفسك على هذاك الفقيه وجاب لك شي واحد ما نعرف، كل واحد منين طالع في لي كومونتير واحد كيقول له أنا شكون هو هذا؟ أنا الله أعلم، غيطلعوا وأنت تعرضين نفسك. يعني 3 أوصاف 4 أوصاف هل هي كافية؟ بعدين يعطيك الرقم ولا يدخل معك في الخاص وتعطيه الرقم وسير، وقد فتح باب من أبواب إبليس، باب من أبواب الشر، ويكون هذا الفقيه بين قوسين سببا في هذا الباب الشيطان. فإن قال الله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها، فهل هذا الفقيه باب من أبوابها؟ لكن ما آلمني وأرسل لي أحدهم على الواتساب، أرسل لي رسالة يقول لي فيها بأن هذا الفقيه قد صعد معه شخص قال له الفقيه هل تريد الزواج؟ قال لا، أنا أريد نداء لم أرى أمي منذ 30 عاما، ولعل الله عز وجل يكون هذا سببا، ربما تسمعني أنا أبحث عن أمي وكذا. فقال لي أنا لم أرى هذه الحلقة، قال لي بأن أنت أيها الفقيه، قلت له هبط نزل، أنا ما عنديش برنامج مختفون هنا، وسخر منه من سخير وضحك منه من ضحك. أنا أقول لك أيها الفقيه، ما رأيك لو أنك تركت هذا الرجل يتحدث
ويصف أحوال أمه وأين هي وهو أين عاش ولماذا افترقا وكيف افترقا وأين يبحث عنها وكيف هي تبحث عنه. ثم كنت سببا في أن يلتقي هذا الرجل بأمه بعد أن غاب وغابت عنه 30 عاما، وتكون سببا في هذا الفضل الكلي وفي هذا الخير كله. ماذا يكون عندك من الأجر عند الله سبحانه عز وجل؟ لماذا فوتت عن نفسك هذه الفرصة، عن نفسك هذه الفرصة التي لا تقدر بثمن؟ فبدلا من أن تكسب الأجر الكثير أمام هذا العمل الإنساني، الرجل طامع فيك، عندك أتباع طامعة فيه، لعل وعسى أحدهم يدل، من يدري، ربما يعرف أمه أو كذا، فأنت أغلقت هذا الباب وأغلقته بسخرية، أغلقته وأنت تنهاره ولم تحترم مشاعره ولم تحترم، بما أنه ما جاش يتزوج هبط عليا، ما عنديش برنامج مختفى. فوتت عن نفسك هذه الفرصة التي ما أظنها تتكرر في يوم من الأيام، فوتت عن نفسك هذا الفضل الكثير وهذا الخير الكثير. ثم ما فوتت عن نفسك هذه الفرصة، بل اكتسبت إثما مبينا، لأنك أسأت الأدب مع هذا الشخص ونهرته. ثم زد على ذلك كنت سببا في السخرية منه، هناك من ضحك منه وهناك من كذا، أو ضحك على كلامك وإلى آخره. هذا أمر لا يليق بمسلم، بلها أن يليق بفقيه يقدم نفسه على أنه فقيه. أنت فقيه تقول أو كما تقول، ومعلوم أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الخنزير حرام، ثمن الخنزير حرام. مخدرات حرام، ثمن المخدرات حرام. إذا حرم شيئا سبحانه حرم ثمنه. إذا كانت هذه العملية أصلا فاسدة ومحرمة، فما تكسبه من مال محرمة سلفقه. الأموال التي تكسبها بهذا الخصوص، أنا أسألك الآن، وقد بينت لك أن الكثير من هذه الأمور لا علاقة لها بالشريعة، ومن ثم فأنت تكسب مالا على أمر لا علاقة له بالشريعة. فكيف، ما حكم هذا المال الذي تكسبه من هذا؟ ما حكمه؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فألا أنت تلطخ سمعة الفقيه وتكسب المال بتلطيخ سمعة الفقيه الذي تحدثت عنه آنفا. من هو الفقيه في مفهوم الشرع؟ تلطخ صورة الفقيه وتكسب مالا بهذا التلطيخ. تقدم ناسا ليسوا أهل دين ولا خلق، لا تدري عنهم شيئا، وتكسب مالا على هذا التقديم. فكيف يكون المال الذي تكسبه على هذا التقديم؟ وتقدم فتيات ونساء للزواج وأنت لا تعرف عنهن شيئا، لأقوام لا تعرف عنهم شيئا، وتكسب مالا من أجل هذا التقديم. فكيف يكون هذا المال؟ الأمر خطير. السفقيه الأمر خطير، وما عليك إلا أن تتقي الله عز وجل. عنده كذلك برنامج دعم الحسابات. ما معنى؟ يعني الواحد اللي عنده حساب ديال تيك توك ضعيف، هو كيطلعوا ليه، يعني كيكبروا ليه، كيزيد ليه عدد المتتبعين بمقابل 100 150 يورو 50 يورو على حسب داك الشيء اللي دار معاه. ديك النهار كنا في واحد اللايف، واحد الاخت طلعت قالت لي بلي ان، قالت للصديق ديالنا بلي ان راه صيفط لهذا الملقب الفقيه 50 يورو، هو يبلوكيني. هذه تقريبا شي 5 ولا 6 اشهر. انا بقيت كنسال مع نفسي حول هذه العمليه هذه، لكن اتصل بيا صديق ديالي سفيان من السويد وارسل لي شهاده ورقه باللي ان من ديال ريا اللي كنتو كتشوفوا فيها، ها هي ريا، صيفط ليه الفلوس، صيفط ليه 150 يورو. هو الصديقه ديالو ساره صيفطت له حتى 150 يورو، يعني اللي كتشكل 2000 وي 150 كتشكل 2043 كورونا ديال السويد، مكتوبه هنايا لتحت. ارسلها له في 2/9/2024. ومن بعد هو يبلوكيه حتى هو كذلك. جاتني هذه العمليه شويه غريبه، لكن باش يزكيها السي سفيان من السويد ارسل لي اوديو، يعني الحوار اللي صرا بينه وبين الملقب بالفقيه، نسمعوا عليه جميع. شوف اخويا العزيز، السميه يكتبوها كيما عطيتها لك، السميه كيما عطيتها لك
موعد MOEAD يكتبوها كيما مكتوبه والكنيه يتلعي. فهمتي السميه موعد والكنيه يتلعي يكتبوها كيما مكتوبه تما. البلاد ايطاليا ريا. انا بغيت غنقول لك واحد القضيه، الا كانت هي غادي تصيبها صيفط ليها حتى هي ديالها وتعطيها لها نتايا ولا تعطيها لك ولا شنو ديروا. يعني بالرية قال لك لازم المدينة بإيطاليا 150 أورو الفقيه جات 2000 كرونة قاصحة شوية هاد الصباح ولا قاصحة. إن شاء الله عليك والخير وصافي. وراه فلوسكم اخويا اللي قاصحين في السويد. والله العظيم بالله. واليوم عادش تمشي السيدة هي باش نديرو خدمة وحدة ان شاء الله. صافي خير ان شاء الله. رسلت لها هاد الصورة هادي راه تعرفها باينة، راه اللي وريتها لي تما هي راه كتعدى اللغة ديالها، راه اللي وريتها لي غيوريها فين كاين. باش نديرو خدمة وحدة وصافي مابقاوش نديرو لنا شوية ولا شوية. انظر اخويا صيفطتيها ليها صافي. السلام عليكم. صافي اخويا لقيتينا غنخرج دابا من الدار، المهم باش ما كان غادي نتصل بك نقول لك شنو كاين باش الليل ان شاء الله نهضروا ان شاء الله. السلام عليكم خويا، انا في الطريق دابا نتصل. السلام عليكم خويا، بخير لاباس عليك خويا؟ عندي اللايف ان شاء الله مع 11:30 ان شاء الله. 11:30 عندنا اللايف صافي. السلام عليكم خويا، الله يجزيك بخير. كتصل بيا وانا ماشي بوحدي، صيفط لي اخويا الكونت ديالك ندوز لك الخدمه ديالك. اما الامانه خويا راه دازت، دابا انا خصني نصيفط لك الخدمه باش تقول لي صيفط لي فلوس ديال فلوس هذا راه فعيل الدراري الصغار. السلام عليكم. المهم خويا راني شفت الكونت ديالك، كما قلت لك الا بغيتي راه اليوم كاين بروموسيون، حيت كان نورمالمون الثمن ديالها غالي البيضه كدير 300 اورو، اليوم الا بغيتي راه دايره 150 رخيصه نص بالمية. يعني انا بغيت نقصد لك زعما 50% ديالها، يعني 150 اورو. الا بغيتي وتفاهمنا وما تم نصيفط لك السميه والكنيه وصيفطهم لي في ريا صافي. هذاك فيه البيضه، هذا فيه البيضه، ولكن راه خصك فيه شراكه وخصك فيه 100,000 مشاهده وخصك فيه باش نفعلها لك، فهمتي؟ هذاك اللي فيه البيضه ولا غتعطيني الميريكان ولا غيخدم لك عليه باش نطلعوا لك الشراكه و100,000 مشاهده. المهم الثمن راه 150 اورو اليوم، يعني الا بغيتي باش نقضيو معاك الغرض. وبالنسبه للثمن راه الثمن مزيان والله العظيم. أنتم سمعتوا يا إخوان الحوار اللي طرا ما بين السي سفيان من السويد والملقب بالفقيه. إخواني أخواتي، إلا عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك، ما تنساوش تتابعونا في قناة خليل بلوغ، ونشوفكم مرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.